حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات. بعدما قال القضاء كلمته أصبحوا بحكم القانون أصحاب سوابق. لم يكن السجن بالنسبة لهم هو النهاية، بل بداية حياة مختلفة لا يعرفها إلا من يعيشها. بعضهم ظهرت براءته أو يحاول إثباتها، وبعضهم يعتبر السجن أفضل له من مجتمع لا يعرف الغفران. حكايات الزنازين وقصص ما وراء الأسوار، مأساة يتساوى عندها المشاهير والمهمشون. أهلا بكم من جديد. نعود للانطلاق بهذه الحلقة التي هي بعنوان السجون والحياة داخل السجون. أرحب معي على منصة الخبراء ولجنة الخبراء. أبدأ بحضرة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون سابقا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. معي أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ الملقب بملك الحوادث محمود صلاح. مساء الخير. وأيضا معنا الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي. مساء الخير. أما سنستمع إلى شهادة أولى من صاحب تجربة. هذا الشخص هو معروف جدا من قبلكم، وخلال الفترة الماضية طبعا سمعتم جميعا بما حدث له وبما تعرض له وأدى إلى دخوله السجن. هذه التجربة سيرويها لنا بعد قليل. نرحب بضيفي الفنان أحمد عزمي. تفضل. الفنان أحمد عزمي مساء الخير. مساء النور عليك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. تجربة طبعا صعبة، تجربة مش هتتنسي بسرعة ولا بسهولة، ولكن دائما الإنسان يبحث عن منبر أو عن ممر معين يقدر يقول اللي هو عاوز يقوله للرأي العام وللعلن. صح. فلهذا السبب نحن حابين نسمع منك حقيقة ما جرى معك. أنت اتسجنت قد إيه؟ 6 شهور. خبرني عن أول 24 ساعة. كيف تقبلت نفسك في هذا المكان؟ يعني صرت تفكر في ايه؟ تقول ايه؟ انا كنت عندي يعني قناعه مهمه جدا جوايا انه يعني ده اختبار ولازم ابقى قده، وكل ما كانت تضيق قوي او احس بالحاجات بتخنق عليا قوي، الدنيا بتخنق عليا قوي، كنت اقول لنفسي لسه ما تقعش دلوقتي، لسه اللي جاي هيبقى اصعب، انت لسه ما شفتش حاجه. يعني ابسط حاجه مثلا في الترحيلات، حضرتك متخيل يعني ايه رحلوا مساجين؟ انا كنت منهم، بس انا بقول لحضرتك اللي انا شفته بعيني وعاشرته. 4 أفراد مترحلين في كلبشين، كل 2 يعني ايدي اليمين في كلبش مع واحد وايدي الشمال مع واحد. 8 ساعات الترحيله من جبل الطور جنوب سيناء لحد الاسماعيليه، 8 ساعات، ومحدش هيساعدك. عندهم جمله مشهوره قوي هي اتعملت في اغنيه اللي هي وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. صرخ، واللي بيصرخ بيتودى التأديب، والتأديب لازم يعني انا اكيد يعني لازم حد يروح يشوف الاماكن ديت الناس بتعيش فيها ازاي. التأديب دوت عارف على حضرتك واحد دخلوه من غير بطانيه بالشورت على الارض، مش يا ريتها اسفلت، طالع منها بزابيس كده من الارض، وينيموه عليها ومرشوش على الارض ميه، ويقعد كده اسبوع، واللي بيخشوا له في اليوم رغيف وحته جبنه. في ناس عايشه كده، في ناس جوه السجون عايشه كده. كم مره عيطت انت وفي السجن؟ مره واحده. امتى؟ مره واحده لما كنت انا في حاجه في السجون اسمها النبطشي، فانا عشان يعني مثقف وكده فخلوني نبطشي الاوضه. نبطشي الاوضه اللي بيبقى مسؤول عن
الاكل بيجي امتى، بتوزع ازاي، مين النهارده اللي عليه نظافه، مين بوزع المهمات. فكان معنا راجل كان جاي في التحاليل، وكان راجل كبير، وطول النهار والليل بيقعد يحكي لي عن زوجته. وهي جت زارته في مره في الطور، هي والمحامي، وهم راجعين عرفت انها عملت حادثه وربنا توفاها، وكنت انا الوحيد اللي عارف. اول ما افرجوا عنك اول شخص شفته بره مين؟ ابويا، ربنا يديله الصحه، اول واحد. قلت له ايه او قال لك ايه؟ قلت له سامحني سامحني، انا تعبت معاه كتير. انا ما كانش حد بيجي يزورني غير ابويا بس. ليه؟ يعني الاسباب، ما كنتش عايز حد يشوفني وانا في بين الجدران ديت، مش عايز حد يشوفني وانا كده. يعني مع اني بقول لحضرتك انا كنت قدها، وكنت عارف انا في حدود. انت متزوج؟ كنت. المعامله ليك جوات السجن كانت معامله لفنان معروف، انه بيتعاملوا معاك بتساهل؟ كون ان انا اقعد تقريبا 3 شهور في اوضه متر في متر ونص، يا دوب فيها لمبه ومعايا كتب بس، مسموح لي ان انا اخرج اروح التواليت ربع ساعه الصبح واخش تقفل عليا تاني، ممنوع اتكلم مع حد ولا حتى من الضباط اللي جوه السجون. سيادة اللواء، يعني اللي بيتكلم فيه يعني وكأنه سجين سياسي. انا كنت قاعد في الدواعي الامنيه او شديد الخطوره. والله يعني انا بس عايز اقول لحضرتك، انا كنت في الدواعي الامنيه. بالنسبه للاستاذ احمد، يمكن بيروي مأساة من خلال وجهة نظره، جايز يكون في من بيصدقه، جايز في ناس ما تصدقوش، لأن ما حدش كان موجود في السيناريو اللي حضرته بيتكلم فيه. بدي بس اسمع من حضرة الأستاذ محمود صلاح، هل تابعت قصة أحمد؟ ساعات يبقى ياما في السجن مظالم، ساعات، لكن مش دايما، مش دايما. وانا راجل صحفي، شغلتي دي شغلتي. القصه اللي قالها استاذ احمد دلوقتي انا ما اقدرش اكتبها. ليه؟ ليه؟ مش مقتنع بيها. انا كنت بكتب، بقول لحضرتك الحاجات اللي كنت تقتنع بيها. دافعت عن سجناء كتير جدا، ومنهم ناس على قيد الحياه. مين ابرز شخص معروف دفعت عنه؟ بعد شويه حضرتك هتعرف، بعد شويه هتقابل حبيبه. صحيح. انا وهي في عز ازمتها قعدت اكتب كل اسبوع ادافع عنها ثم ثبتت براءتها. نعم. يعني انا مش ضابط بوليس، انا صحفي وانسان. في حاجات عقلي. الصحفي كمان مرات عديده بتكون واجبه ومهامه البحث عن الحقيقه. طبعا. وياما في اعلاميين انقذوا مظلومين وشالوا حبل المشانق عن رقاب مظلومين. انا بقول لحضرتك كتير، انا بقول لحضرتك كتير، وانا اصدقائي من السجناء على مدار السنين دي كلها اكتر من اصدقائي من ضباط الشرطه او حتى من بره. خليني اسمع بس رأي صغير من الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، تعليقا على رواية أستاذ أحمد. لما سمعنا قصة الأستاذ أحمد سمعنا إيه؟ النتائج اللي اتحكم عليه واتسجن. واحد، الأسرة الزوجة حصل طلاق، ادي أول نتيجة لهذا إنك أنت اتسجنت، لأن طبعا في إدانة والحكم عنوان الحقيقة. الاثنين، الأوضاع في السجن، هو قعد فترة مع جنائيين. تخيل واحد ملوش اي حاجه في، يعني ما هوش مجرم اصلا عتيد في الاجرام، انما قعد مع مجرمين جنائيين. فايضا سمعنا عن عمليه النقل بتاعته والظروف اللي اتنقل فيها وما شاهده داخل السجن. ايضا فكره ان السجن عقاب، ايوه مفهومه، لكن ايضا اصلاح، ايضا اعاده تاهيل لانه يصبح جزء من المجتمع. بدي سؤال صغير منك، اذا عندك اي سؤال لاحمد قبل ما ننتقل بقول للاستاذ احمد، هل فعلا العنابر اللي كان فيها المساجين كان فيها
الامور التي تشبه الالات الحاده او المسامير وممتلئه بالمياه علشان نوع من انواع التعذيب او التنكيل بالنزلاء. اعتقد ان هذا امر يعني اول مره اسمعه، وانا كنت مساعد الوزير لقطاع السجون. لا السجون ما فيهاش هذا الكلام على الاطلاق، ان انا اوصل بالسجون المصريه الى هذا الحد. ما انت قلت اتكلمت عن الحاجه دي، اتكلمت عن انه اتكلمت يا استاذ احمد على ان في ميه وفي حاجه بزابيز كده. ايوه الارضيه معموله بحيث انه يبقى الارض مش ارض مستويه، مش مسطحه. الارض يعني فيها نتوءات كده خرسانيه ولا فيها مسامير ولا مش مسامير يا فندم، نتوءات خرسانيه. ما قلتش يعني مسامير. الارض غير مستويه، ارض غير مستويه تماما، وفيها ميه وبيدلق فيها ميه والناس بتنام عليها كده. بيدلق فيها ميه النزلاء اللي بيدلوها ولا اداره السجن؟ لا اداره السجن يا فندم. طب ايه الهدف من هذا الكلام؟ نعم، ايه الهدف لما يحطوا ميه في الارضيه؟ تأديب. مكان ده مكان عشان الراجل دوت غلط. وانت حضرتك دخلت غرفه التأديب؟ شفته. لا انت دخلت غرفه التأديب؟ انا ما عملتش حاجه تدعو ان انا. طب ما هو غرفه التأديب غير متاحه ان حضرتك تشوفها. انا شفت التأديب غير متاحه، يعني وضعك في داخل زنزانه او في داخل عنبر مش متاح لك انك انت تشوف غرفه التأديب. لا انا شفت التأديب وشفت يعني انت كانت امور فضوليه منك انك كانت امور فضوليه ان انا ابقى دخلت مكان وعايز اعرف العالم، الناس اللي جوه. لكن لم تتعرض لاي، الناس كانت بتجيلي تقول لم تتعرض لاي ايذاء بدني جوه السجن؟ انا الحمد لله ما تعرضتش لاي. طب الحمد لله. بعد الفاصل روايتان جديدتان عن تجربتين داخل اسوار السجون، ابقوا معنا.